يوم نتوانى ما يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم حبيباتي بناتي في كل مكان وكل من يسمعني الحين. أهلا وسهلا في برنامجكم الأسبوعي حكاوي بنات. طبعا نحن تكلمنا في الحلقة السابقة عن أني أنا كيف أشوف الحياة، وكل بنت قالت لي كيف تشوف الحياة وإيش الحياة بالنسبة لها. اليوم جايبت لكم موضوع جديد وموضوع منكم، ألا هو إن إحنا حنتكلم عن شخص كلكم تحبونه وكلكم تعشقون هذا الشخص بحياتكم ولها أهمية قصوى. من تتوقعون حتكلم عن مين؟ ما شاء الله عليكم، برافو. حتكلم عن الأم. الأم لها مكانة عظيمة في حياة الإنسان. الأم لها مكانة في كل، لو جينا نشوف على كل الكائنات، الأم كائن جميل جدا، ما نقدر نتخيل الحياة بدون أم. سبحان الله. جمال الأمهات والله وجمال قلوبهم. الله يحفظ لنا أمهاتنا ويخليهم لنا، ويرحم من توفى إلى الله ويرحمهم ويجعلهم في جنات النعيم يا رب، ويأجرهم على ما ربونا وعلى ما كبروا فينا. الله يجزاهم عنا خير الجزاء. اليوم كلامنا عن الأم. حنتكلم اليوم عن الأم ورسائلنا عن الأمهات وأيضا عن البنات. اليوم موضوعي يا ماما افهميني. ماما حبيبتي أنا أبغاك تفهميني. هذا رسالتنا اليوم لجميع الأمهات من بناتنا حبيباتنا. طيب يا ماما، خلونا أول شيء نعرف إيش منزلة الأم. منزلة الأم منزلة عظيمة جدا. لو جينا نشوف في الإسلام، ربي جعل لنا رضا الوالدين من رضاه سبحانه وتعالى. فمنزلة رضا الوالدين عظيمة جدا في الإسلام، وهذا لازم شيء ننتبه له يا بنات، ما شيء تستهونونه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أحد الصحابة وسأل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال له أمك. قال ثم من؟ قال له أمك. قال ثم من؟ قال له أمك. 3 مرات عادها أمك. سأله للمرة الرابعة قال له ثم من يا رسول الله؟ قال له أبوك. 3 مرات للأم ومرة كانت للوالد اللي هو الأب. وهذا دل على أهمية الوالدين ورضاهم. يا بنات لازم تكونون حريصين على رضا والدينكم ورضا الأم خاصة، أيضا ورضا أبوكم أيضا لازم تحرصون عليه، وهذا من رضا الله سبحانه وتعالى. من أرضى والدي أرضى الله سبحانه وتعالى. فطبعا حنتكلم عن برهم وطاعتهم لازم، ونتكلم عن رضا الأمهات. وجود الأمهات نعمة من نعم الله علينا. كم من الأمهات توفاهم الله سبحانه وتعالى، وفي الآن عوائل وبنات وأسر بدون أمهاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يربط على قلوب بناتهم، وأنه يغفر لأمهاتهم، وأيضا يسكنهم فسيح جناته، وأن يجزيهم خير الجزاء بما ربونا. وأيضا للموجودين الله يجزاهم عنا خير الجزاء وين ما كنتوا، كل أمهاتنا الجميلات الله يحفظكم. ولأمي خاصة الله يسعدك يا ماما ويجزاك عني خير الجزاء، ومرة أحبك يا أمي، الله يخليك لي يا رب ويديمك لي دائما. لو جينا نتكلم عن الأم، كلام عن الأم يعجز عنا اللسان، يعجز اللسان عن وصف الأم أو التحدث عنها أو ذكر حتى فضائلها. العبارات حتى تجف، ما تقدر مثلا أنت شلون تتكلم عن الأم وفضلها وإيش سوت. دائما حتكون ذكرى جميلة، دائما حتكون روحك اللي دائما أنت تتحرك فيها. ولنا في الحياة وشواهد في القصص كثير كثير جدا، وهذا من نعم وجود الأم في حياتنا. طبعا الميزة الاختلاف الأمهات. طبعا في أم تجيك صارمة مثلا أو حازمة، وفي أم تجي لها والله حليلة وطيبة وجميلة ومتساهلة مع أولادها وبناتها. وفي أمهات مختلفين. فالاختلاف هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أصلا على الإنسان، اللي هو نعمة الاختلاف. الآن الأمهات في منهم في تواصل بينها وبين بنتها،
في أمهات ما في بينها أي تواصل بينها وبين بنتها، وهذا الشيء يعني أتمنى إنه جميع الأمهات إن ينتبهوا له، وفعلا يعني يحاولوا يتواصلوا مع بناتهم، حاولوا إنك تصيري صاحبتها تكسبيها. ما في أحد يعرف بنتك أكثر منك، كوني على علم بالشيء هذا. بس يمكن بنتك تلمست الحاجة عندك وما لقتك، فأنت دايما خليكي قريبة من بنتك. يعني أنا الحين كلامي الحين للأمهات، موجه للأمهات، لكل الأمهات اللي يسمعوني، حتى اللي ما يسمعوني شاركوهم. إن شاء الله يا رب تفيد الجميع. لأي أم عندك بنوتة جميلة، عندك ابن جميل، انتبهي له، راعيه، اسمعيه، حاولي تنصتي له كثير. انا مثلا لما يجون اولادي يكلموني، اول شيء قبل ما يعرض الموضوع، اذا كنت انا عندي نبذة على طول لا، بدون ما انا اسمع حتى ولا انصت، طب اسمعي، طب شيء. فبديت اتمرن اني انا كيف احاول اني انا اسمعهم قبل ما ارفض الطلب مسبقا، مع اني انا اكون احيانا انا عارفة الطلب مسبقا، فاقوم برفضه تلقائيا، لانه يعني نحن متفقين عليه سابقا انه مرفوض. وهذا خطأ، يعني هذا غلط. المفروض انت تسمعيني عشان بكرة لما انت تكبرين وهو يكون كبير، لما تطلبين منها تسمعك حتسمعك للآخر لين ما تخلصين كلامك، ما راح تعارضك، ما راح تعمل لك يعني interruption، ما راح تقول لك لا خلاص يعني انت اسمعيني او انت فهميني، تمام؟ وما راح توصلي لنقطة انك انت مثلا يا ماما انت ما تفهميني او ما تسمعيني. وهذا نسمعها كثير جدا. لكل الأمهات اللي يعانوا مع بناتهم، دائما تسمعين كلمة انت ما تفهميني، انت ما تعرفين، ما ادري. فلكل اللي يعترضون عليهم بناتهم، اليوم الكلام موجه لكم. كيف تتكلمين مع بنتك، كيف تتحاوري معاها، ايش الاشياء اللي انت تكوني فيها قريبة لبنتك. حاول انك تسمعيها كثير، حاول ان يكون في لك وقتك الخاص مع بنتك، دايما خليكي قريبة منها، شوفي ايش تحتاج فعلا. مو لازم مثلا انه اشياء، او مثلا ترى التربية والحب والحنان ما هي بالاغراض اللي تشترونها ابدا، لا مو كذا. الحب والحنان اللي هو تلمسك لحاجة بنتك، انك انت فعلا تكونين اصلا موجودة عند بنتك، تحس بحبك وحنانك مثل ما كنت تعطيها وهي طفلة، يوم كانت صغيرة، لما كانت لسه في المهد، يوم تشيلينها وتبوسينها وتخمينها. نفس الشيء الحين يوم كبرت. في أمهات كثيرة الحين مثلا بعد ما يتعدى الطفل أو البنت 7 سنوات أصلا ما تحضن بنتها. طب ليش يا ماما، ليه؟ هذه لسه طفلة، حتى لما تكبر حتكون طفلة، لازم هي محتاجة لحضنك، محتاجة انك انت تحضنيها، تلميها، تقوليها ماما انا احبك، انت بنتي الجميلة، انت احلى بنات العالم، انت اميرتي الغالية. محتاجة هذا الكلام الحلو منك. اذا ما سمعته منك حتسمعه من مين؟ اقرب واحد يقول لها هذا الكلام اكيد حتنجرف له. شيء طبيعي يا بنات، شيء طبيعي يا امهاتي الغاليات، شيء طبيعي جدا. انت خليكي دائما هذا الملجأ لبنتك، خلي انت شبعيها عاطفيا، انه انت فعلا تحني عليها وتحبيها وتلميها. هذا اهم وصية لك يا امي، انك انت تنتبهي لبنتك، حب، اشبعيها بالحنان، اشبعيها بالحب. خليها تكون واثقة فيك، واثقة في امها. لما تيجي تتحاور معاكي تكون فعلا عارفة ان هي تحاور مع صاحبتها امها وحبيبتها وكل شيء عندها. فلما تيجي تكلمك حتكلمك من قلب واثق، ما راح تكسريها، ما راح تخذريها. مو لما تيجي تقول لك مثلا حتى لو اخطأت، مو لما تيجي تقول لك الخطأ تعاتبيها، لا تعاتبيها. هي يوم جت تحكي لك كصاحبتها، كشيء عزيز عليها، يعني هي واثقة فيك. يوم تحكي لك هي جاية، احيانا يكون مثل ما نحن نفضفض، فاحيانا تكون فضفضة، ما هي جاية عشان تسمع نصيحة. إلا في أحيانا تكون البنت فعلا متقبلة للنصيحة، أو أنت تنتهزين فرصة ثانية بالجلوس معها وممكن تناقشيها في مرة ثانية، لكن مو نفس الوقت اللي هي تيجي تكلمك فيه أبدا. أبدا لا تختارين هذا الوقت. خليكي منصتة في الوقت اللي بنتك تجي تسمعك أو تتكلم معاكي، خليكي مستمعة جيدة، وحاولي أنك أنت تكوني فعلا مستمعة ممتازة. وهذا كلنا نحن نسعى له، كلنا أمهات مثاليات على فكرة، كلنا نسعى للمثالية، لكن خليكي مثالية وراضية بعيوبك وعيوب بنتك. يعني ما في إنسان كامل على وجه الأرض، كلنا في نقص، الكمال لوجه الله سبحانه وتعالى. فأنت خليكي حاولي أوكي إنك أنت تطوري نفسك وتواكبي، لكن خليكي قريبة من بنتك. يعني ما تجي بنتك هذا تجي تتكلم معك، ما تقولي استقبلي ما ادري ايه ابزحكيو او زربازي مثلا ايتزاربني ومن هذا الكلام. لا 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 ابدا، ما تقولي لها هذه الكلمات، تمام؟ لا اسمعيها. مثلا تجي بتبغى تكلمك
انت مثلا مشغولة، تمام، حاول انك انت تفهمين انك مشغولة. اذا كان الموضوع ملح جدا، وصدقوني دائما البنات والاطفال عموما، يعني الصغار والكبار حتى في هذه المرحلة حيبدوا يلحوا على طلباتهم. هذا شيء طبيعي في هذه المرحلة، مثل ما انا قلت لكم في الحلقة السابقة، انه في الحلقة الاولى انه في مراحل العمرية هذه لازم ننتبه لها. ومن ميزة المرحلة العمرية هذه الالحاح، يلح على الشيء عشان مثلا تسمعيه او تنتبهين او كذا. وصدقوني يا جماعة انه هذا ايضا من تربيتك ومن تلقيه. دائما البنت او الطفل يتلقى من مين؟ مدرسته الاولى الام والاب، العائلة الكريمة، يعني المجتمع اللي يعيش معه. فهو يستقي علمه ويتلقى من عائلته الأولى، من أمه وأبيه. يعني هذه الكاميرا المركبة الموجهة اللي تشوفك 24 ساعة على 24 ساعة، كيف تتكلمين، وش تسوين، ايش تعابير وجهك، كيف تصارخي، كيف تتكلمي لو كلام مش كويس، هذا كله هو يسجل عنده في الذاكرة. بكرة لما تكبر حتقول نفس الكلام اللي انت كنتي تقوليه من قبل. فعشان كذا انتبهي لكلماتك، انتبهي لتصرفاتك، حاولي انك فعلا تكونين قدوة، مو بالكلام بس بالافعال. يعني وثقي كلامك بافعالك، خليكي دائما فعلا قدوة سليمة. تبينا مثلا تصلي، انت لازم تحافظين على صلاتك، حثيها على الصلاة معك. تبينها مثلا تقوم باعمال منزلية، حثيها مع الاعمال المنزلية في البيت معاكي. تبينها مثلا تكون متميزة في شيء انت شايفتها هي اصلا متميزة في شيء، في رسم او في فن او كذا، شجعيها عشان هي لما تيجي بكرة تطلبين منها شيء ايضا تتشجع انها تقوم فيه، لان اوريدي انت اعطيتيها الثقة الكاملة انها قادرة على النجاح في اي شيء تدخله. فانت لما تكسبين بنتك الثقة هذه، صدقوني ما في اي شيء بيكسرها، اي حاجة ما راح يقدر تواجهها ابدا، لان خلاص هي تقدر بتكون بنت قوية ثابتة، ارائها صحيحة. خلاص مثلا لو واجهت اي مشكلة حتكون انت المرجع الاول لها، قبل ما تروح لاي احد حتكون مرجعها امها. وهذا اللي احنا نبغاه، دائما نبغى بناتنا يرجعونا. فالله الله بناتنا انتبهوا لهم. خليكي محاورة ممتازة، اذا ما تعرفين تحاورين اتعلمي كيف تحاورين، دوري على دروس، اقري كتب، اسمعي دورات في اساتذة كثير. عندك دكتور جاسم المطوع، عندك دكتور اسعد مصطفى اسعد، في دورات كثيرة في خصائص الطفولة وخصائص المراهقة. وبإذن الله إن شاء الله لي جلسة مع الأمهات في خصائص المراهقة، بإذن الله بعلن عنها إن شاء الله دورة، وإن شاء الله يوصلكم الإعلان عن خصائص العمرية لمراحل المراهقة بإذن الله. وبس أوصيكم أمهاتي حبيباتي، الله ببناتكم الجميلات. صدقوني عندكم بنات جميلات جدا جدا جدا، يعني ما أقدر أوصف لكم كيف جمال هذا البنات اللي معاكم، ما شاء الله تبارك الرحمن. كل واحدة شخصيتها أحلى من الثانية، كل واحدة عندها جمال روحاني، وهذا إن دل على جمال الأمهات والله نفسهم. يعني من جمال قلوبكم جبتوا لنا أجمل بنيات جميلات كذا يزينون الدنيا، وبكرة هم حيكونوا أمهات إن شاء الله، وأساتذة المستقبل ودكاترة المستقبل. وأيضا هم يعني الشباب الجاي، واللي هو الجيل الجاي اللي حيكون فعلا واجهتنا كمستقبل قادم مشرق بإذن الله. فنحن لازم نعد هذا الجيل إعداد سليم، إعداد جيد، مسلم واعي لدينه ولمتطلبات إنه كمسلم، وأيضا لمتطلبات الحياة. فأنت لازم تعدين هذه البنوتة إعداد جيد. أمي الحبيبة أشكرك جدا 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 على اهتمامك وحرصك في استماعك، وأنا جدا مستمتعة بالأتكلم معاكم وإني أفضفض معاكم وأسولف لكم، وإن شاء الله بإذن الله تستفيدون من هذه النقاط اللي أنا ذكرتها. حاولوا تدربون عليها دايم. الحين إن شاء الله بإذن الله نطلع فاصل ونواصل. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته،
ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة. ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. وعدنا من جديد حبيباتي، معاكم هناء فؤاد في حكاوي بنات. رجعنا يا حلوين، رجعنا نكمل كلامنا عن الأم، ورسالتنا اليوم للأم: ماما ما تفهميني أو ماما افهميني. هذا السؤال اللي وجهته لبناتي حبيباتي، قلت لهم متى تقولون لأمهاتكم ماما أنتي ماما افهميني أو ماما أنتي ما تفهميني؟ فكان أسئلتهم وإجاباتهم جميلة جدا زيهم مثل جمال قلوبهم صراحة. في واحدة من البنات قالت لي في الفترة الأخيرة لما كنت أتناقش مع ماما، سواء يعني كانوا في إخواني أو لا، صرت أتأتأ كثير بسبب أنه صرت أحس أني مو قادرة أقدر أقول كلام اللي براسي، وصرت أتكلم كأن أحد يلحقني، يعني أتكلم مرة بسرعة. فماما هنا تتسرع بالحكم على الكلام قبل ما أقوله أو قبل ما أوضح فكرتي. وفي يوم كان ماما وبابا يسوون نفس الشيء، يتسرعون بالحكم علي في النقاش، فكنت متضايقة من هالشيء، وقلت لهم ماما وبابا حاولوا تفهموني. طبعا طلعت مني وأنا كنت أبكي قدام ماما وبابا وأخواني كمان، فكان يعني موقف يعني صعب، وأنا صراحة فهمتك جدا لأن كنت أطيح في الموقف هذا كثير. ومتى أقول لماما افهميني؟ كنت أقول لها لماما افهميني، تقول نفس الشيء، بس أنا الموضوع الأول لما أقول لهم أنت ما تفهميني أكون جادة فيها، لكن لما أقول ماما افهميني أكون أتناقش معها نقاش عادي جدا، فما يكون يعني مثل النقاشات الجادة اللي مثل ذكرت لك إياها في الأول. صراحة كلام جميل جدا، ويعني كلنا نفس الشيء يا بنات، يعني كلنا نناقش أمهاتنا ونطرح عليها مواضيع، صدقوني، لأن رؤية الأمهات أكبر من رؤية البنات، فبتلقون مثلا ما أقول تضارب في الأفكار، لكن اختلاف الآراء. تمام، اختلاف الآراء هي اللي تصنع هذا مثلا اختلاف وجهات النظر، فنحن نبسطها للبنات. يعني انت يا ام بسطي لبنتك الفكره اللي في بالك، حاولي انك توصلي لها اياها، وافهم الفكره اللي في بالها، عشان لما انت توصلي لها الفكره تكون واضحه عندها تمام الوضوح. اذا كان بينكم اتفاقيات سابقه، حاولي تذكرينها بالاتفاقيات اللي بينكم عشان ايش؟ تمشي العقود تمام. وحلوتي الثانية تقول: في بعض الأحيان يكون في كلام في قلبي ما أقدر أعبر عنه، وفي وقتها أقول لها الماما ماما ما تفهميني، أنتي ما تفهميني. فيعني من جد يا بنات، يعني في أحيانا يجي الطفل يبغى يتكلم، أو تيجي بنتي مثلا تبغى تكلمني، فأنا خلاص أكون أصلا يعني مثلا معصبة أو متنرفزة، فممكن أكون يعني مثلا مضغوطة أو أي شيء، أو أي مثلا أكون أنا فاهمة الموضوع اللي هي جاية تطرح لي إياه، فأنا رافضت أصلا وأبغى أبين لها، لكن كثرة إلحاحها تخليني مثلا أنا أتعصب، فأسكتها بطريقة غير لائقة، فهي تقول لي يا ماما أنت ما تفهميني، فهي ما هي فاهمة ليش أنت أصلا رافضة. فعشان كذا لازم نوضح لبناتنا سبب الرفض، وليش نحن نرفض أصلا الموضوع أو مثلا أبعاده. إذا ما قدرتي تفهمينها، طبعا الأطفال البنات في ذاك الوقت ما راح تقدرين يعني ما راح تقدر تستوعب أنت ليش رافضة الموضوع، فلا تكلمينها في هالوقت. متى نتكلم؟ لما تهدى شوي حتستوعبك، وأيضا أنت حتستوعبينها أكثر في تبادل الكلام، يعني اثنين الطرفين لما يهدون يكون أفضل في وقت النقاش. وحبيبتي الثالثة تقول: لما يكون في خلاف في النقاشات، أو يكون
في تبرير مثلا عن سؤال، يعني ابغى اشرح لهم سؤال، يعني مثلا ما فهموا، تقول فيكون ما يفهمون كلامي، يصير عكس اللي ابغى اقوله. يعني مثلا انا اشرح لهم الفكره لكن هم يفهمون عكسها تماما. فاقول لهم يعني افهميني شويه، يعني افهمي ايش قاعده اقول، احاول اوصلها الفكره. تقول فاحيانا احاول اني اكمل الموضوع الى ما توصل للرساله. تقول احيانا فعلا توصل للرساله صحيحه، واحيانا كثير ما توصل الرساله وبس، يعني خلاص فيصيرون يعني يفقدون الأمل البنات يعني. حبيباتي والله رحمتهم. معليش يا بنات، معليش، حاولوا توصلون الفكرة لماماتكم قد ما تقدرون بأبسط طريقة. يعني انت خليكي واضحة مع ماما، يعني انت ايش تبغين بالضبط، ايش هو المطلوب بالضبط، ايش هو اللي تحسينه. انت ما انت قادرة تعبرين عن الشعور اللي في بالك، عادي اهدي كذا واستهدي بالله واستغفري وكذا، بعدين ارجعي وكلمي ماما في هذا الموضوع. او انا اقول لك اذا مثلا ماما رافضه الموضوع تماما، ولا اقول لهم خليني اقول لكم اياها نهايه الحلقه ان شاء الله، في تريكات كذا حاعلمكم عليها. طيب خلينا نشوف بنتي الثالثه وش تقول. تقول لما اعرض الموضوع، انها لما تعرض الموضوع على مامتها، تقول ماما دائما تكون متمسكه برايها. فاقولها ماما انت ما تفهميني. تقول وانا دائما اكرر لها يعني هذا الكلمه يعني. تقول بس بعدين بعد فتره احيانا يعني نكتشف ان احنا كنا نطلب اشياء تافهه يعني. تقول طبعا هذا استوعبها بعدين يعني بعد مرور فتره من الزمن. فبس تقول لما انا كنت اطلبها في وقتها بالنسبه لي لا، يعني هي كانت موضوع مهم بالنسبه لي مش تافه، لكن بعدين لما تعدي عليها فتره وزي كذا، تقول لا اكون ممتنه ان ماما رفضت وانها قالت لي لا، فاكون يعني انا صح اني اكون زعلانه بسببها في المره الاولى، لكن بعدين لما اكتشف انها فعلا كانت تافهه وما تستاهل او ما لها داعي، اكون ممتنه وشاكره لماما انها قالت لي لا. هذه حبيبتي والله جميله، والله جميله متصالحه جدا مع مامتها. صح انها في نفس الوقت يعني يمكن الام ما هي قادره توصل لبنتها ايش الفكره سبب الرفض تماما، فعشان كذا دائما تسمعين كلمه منها ان ما تفهميني. فعادوا يا مامات صبروا نفسكم، لما تقول لك بنتك هذه الكلمة اعرف انه في حاجة او في خلل، حاولوا تعرفين وش الخلل. وايضا يا بنات انت مثلا لما تحسين ماما انها ما هي فاهمتك او الفكرة ما هي واصلتها، حاولي مثل ما قلت لكم بسطوا الافكار. اجي الحبيبة الحلوة تقول لما احاول اقنعها على شيء مهم وهي مش راضية عليه او مش مقتنعة فيه، اقولها ماما افهميني. تقول لكن لما اقولها ماما انت ما تفهميني، تقول احيانا تكون ماسكه في كلامها وفي رايها وفي وجهه نظرها، وهي مش راضيه انها تتناقش او اني انا انقلها وجهه نظري، فانا بقولها وقتها ماما انت ما تفهميني. طبعا انا سالت لهم السؤال بهذا الشقين يعني. ف فعلا احنا كأمهات يعني ممكن بناتنا يجي يقولوا لنا ماما انت ما تفهميني في وقت، وفي وقت ثاني يكون لا طلب انه ماما معلش افهميني، فهي تبغى توصل لك الفكرة، يعني ايش الطلب اللي تبغاه. فهذا اللي يعني هذا الفرق اللي بين السؤالين. وايضا حبيبتي ثانية تقول ما فكرت اقولها ابدا، يعني ابدا ما فكرت انها تقولها. تقول لان امي يعني انه يعني خلاص يعني ما عندها لا اقطعي وش اسمه، تقول ما احب لا تعب راسي ولا تعب راسها ولا شيء، خلاص ارضى بالواقع خلاص. هي قالت لا يعني مش مقتنعة وبقعد انا اتكلم على الفاضي. حبيبتي هذه مستسلمة، هذه جميلة ما ادري صراحة هبة من الله، بارك لامها صراحة. معلش يا بنات سامحوني، ها وقفت اصب في الامهات هذه المرة. بالنسبة للحلوة الثانية تقول فعلا أنا أيضا ما كنت أفكر إني أنا أقولها لا، لأن حتى لو جيتها يمين يسار ما أقدر أقنعها، علشان كذا ما أتعب نفسي. لو شفتها مو مقتنعة بالشيء اللي طلبته ورفضته خلاص أنسى الموضوع على طول. فأنا سألتها يعني هل تستسلمين في الموضوع؟ قالت لي لا ما أستسلم، بس أنا دارية يعني خلاص هي أمي وهي عارفة مصلحتي. لو هو كويس ما كان، لو هو كويس ما كانت رفضته يعني، كانت قالت لي أوكي. تقول لكن لما تقول لي ماما انا مثلا بفكر خلاص بعدين بفكر وبرد عليكي، معناها اعرف انها عندها هي شبه موافقه. فحلو الاهم شيء انه وجهات النظر متوافقه بينك وبين ماما ومتفاهمين. في واحده من البنات قالت انا ابدا ما اقول لها هالكلام نهائيا، ايضا ما اقولها. وفي واحده كمان من البنات قالت لي لا انا وماما ما شاء الله تبارك الرحمن لا متفاهمين، يعني ما اضطريت اني انا اقولها ماما افهميني او ماما انتي ما تفهميني. فكويس حلو جدا. شوفوا يا بنات ويا امهات ايضا، يعني عندكم بنات جميلات يعني واضحات، يعني تيجي تقول لك هي ايش تحس فيه او مثلا ايش اللي مضايقها او مثلا تبغى شيء معين في الطلبات. طبعا الطلبات طبعا ما تخلص، نحن عارفين جدول الطلبات كأمهات مو مشكلة، لكن آلية إقناع البنت كيف أنت تقنعينها هنا هي الإشكالية.
فما يكون رفض والسلام، لازم تفهمينها أسباب الرفض. لو مثلا تحسين إن سبب الرفض كبير عليها، حاولي تبسطي لها المعلومة قد ما تقدرين، يعني حاولوا تسهلوا لهم إياها، خليكم قريبين منهم، قريبين لأذهانهم، لتفكيرهم، لإبداعهم، مع إنه ما شاء الله الجيل أصلا جدا واعي وحيفهمك على طول. حتى لو حاولت تشرحي له بأبسط الأشياء حيوصل الفكرة اللي هي في بالك. فحاولوا فعلا تكونون قريبين من البنات. بناتي حبيباتي يا حلوين، شكرا لكم ورسائلكم الحلوة ومشاركتكم الفعالة معي في البرنامج، جدا أشكركم وأشكر تجاوبكم الدائم معي. وأيضا البنات اللي يبغون يشاركونا ممكن ترسلوني على الواتس حق البرنامج عن طريق خلال الصفحة، حتلقون كل الأرقام وكل وسائل التواصل هناك، وتقدرون ترسلوا لنا مباشر على الصفحة أيضا. إن شاء الله بإذن الله أي سؤال أو أي استفسار تقدرون تواصلون معي شخصيا عن طريق القناة أيضا. بالنسبة حبيباتي للوصايا أنا أبغى أقول لكم إياها، هلا هلا بأمهاتكم كلش ولا ماما، لا تزعلونها أبدا 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 أبدا. مثل ما قلت لكم والله الله بأمهاتكم، صوصوا فيهم خير، ترى كلش ولا ماما. حاولي دائما ترضي أمك بأبسط الأشياء، ساعديها بالبيت، حاولي تكوني قريبة من ماما، صاحبيها دائما، صارحيها أي شيء يصير معاكي لازم تقولين لماما. هي صديقتك الأولى والأخيرة. يعني هي يعني شوفوا في صديقاتنا ما أنكر، أوكي صديقاتنا تمام، بس ماما غير، اوكي عشان نكون واضحين، ماما غير. فحاولي دائما تتواصلي مع ماما، اي شيء مشكله مثلا عندك، او حتى لو ما يكون مشكله بس تبغون تسولفين، خلي دائما في وقت بينك وبين ماما، تقعدون سوا، تشربون شاي، تشربون قهوه، تشربون حليب شوكولا، ايا يكن، المهم جلستكم الخاصه، في جاتو جنبك كذا، تسلوا، تقروا كتاب مع بعض، تعملوا نشاط، تلعبوا اونو، ايا يكن، اي حاجه بس بينك وبين امك، تطلعوا تمشوا مع بعض، تسوون رياضه لو نص ساعه، بس وقتك الخاص مع ماما. نفس الشيء يا أمهاتي، نفس الشيء، نفس الكلام، هذا الطرفين البنات والأمهات. لما في مثلا حوار أنت مثلا ما عرفتي توصليه لماما وحسيتي نفسك أنك أنت عصبتي، طيب، أو مثلا بديتي تزعلين، يعني بديتي يعني تتوتري، فحاول انك تقولين خلاص ماما بعدين نتكلم، وتهدي نفسك وتفكري في الموضوع كويس، بعدين لما تشوفين الوقت مناسب ترجعين وتكلمين ماما لو الموضوع فعلا ملح. بعدين حلوين بالنسبة أيضا لما تعرضوا الموضوع اعرضوه بلطف، يعني لما تجي مثلا مو أبغى كذا يا ماما، لا مو كذا يا ماما، لا يا ماما حبيبتي مش كذا، يعني لما تجين تطلبين تقول يا ماما لو سمحتي، يا ماما ممكن، ماما عندي طلب ممكن أقول لك إياه، ماما ممكن أقول لك موضوع معين، يعني كذا، يعني تكونون لبقات في الكلام، يعني كذا يكون في أسلوب جميل في الكلام أثناء الطرح لماما. يعني ماما مثلا أنا عندي مثلا سالفة أبغى أحكي لك إياها، ماما متى يكون عندك وقت فاضي عشان نجلس أنا وياكي، أبغاكي في موضوع. فالأم تحس إنه في موضوع مهم فحتفضي نفسها عشان خاطرك، عرفتوا، حتترك الأول والتالي عشان تجلس معاكي، فهذه ميزة. دائما أخلقي جو جميل بينك وبين والدتك، كذا حميمية خاصة ليكي أنت معاها، تمام، يعني غير عن الأسرة، يعني كلكم أنت وأخوانك وأخواتك معاها، تمام أوكي، لكن يعني خلوا دائما أي شخص يخلي وقته الخاص سبيشل مع أمه، يعني لأن هذه أوقات صدقوني ما ترجع، سبحان الله، يعني الله يخلي لنا أمهاتنا يحافظنا، أو يعني هم زينة الحياة، هم روح الحياة. وش زين يكون البيت بدون ام، يعني حتى شفت صرت اوشوش كثير من كثر انه، يعني حتى الخيال صعب فعليا الخيال حتى نفسه صعب، الله لا يحطنا بهالمواقف الصعبة. والله يرحم كل امهات بناتنا الحلوين اللي ربي يختارهم يكونون وانتهى اجلهم، الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب. و يعني بروا بأمهاتكم، خليكم قريبين منهم دايما، حاولوا تسمعون نصايحهم. أنا بنصحكم تقرون قصة أستاذة سارة البكر، هي مصممة عائدة إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، فجميلة جدا قصتها، حتذكر كيف كانت قصتها مع والدتها وخلال مرض والدتها، وإن هي إيش الأشياء اللي مارستها وإيش الأشياء اللي سوتها. أنا أنصحكم فيها القصة إن شاء الله، بحاول يعني كمان إذا قدرت أنزل لكم إياها في رابط هنزلها، فجدا جميلة قصتها، جدا مميزة،
حتوريكي قيمة فعلا لما يكون عندك أمك في حياتك. فالله الله بأمهاتكم مرة ثانية وثالثة وأخيرة أيضا. خلوكم بنات أن تطوروا أنفسكم بأنفسكم. شوفوا أنت مثلا في أفكار أمك تعارضها لأنها هي مو مقتنعة فيها، لأنها هي ما تعودت عليها. تمام، يعني هي اصلا مش متقبله الفكره لانها مو متعوده عليها، خلاص هي ما تربت على هذه الفكره اصلا. يعني هي مثلا البيئه اللي كانوا فيها مختلفه تماما عن البيئه اللي انت فيها الحين، الانفتاح اللي عندك، النت، المعلومات، القرايه، الكتب، في معلومات كثيره وانفورميشن مليان جدا جدا، بس مختلف جدا عن الوقت الاول. يعني ما في مثلا يعني زمان ما كان في نفس التطور، الحين الافكار جدا مختلفه، سما وارض يا بنات، سما وارض. يعني الان لو جينا للجيل القديم، ما نقول الجيل القديم، جيل أمهاتنا آبائنا، لو جينا نشوف أفكارهم كذا يعني أنتم حتستغربوا 30 مو 30 70% من أفكارهم يعني مو أبدا مو متلائمة مع الأفكار الآن. لكن من الآن تطور الوقت، تسارع الزمن، الأشياء الكثيرة اللي دخلت في حياتنا، كل هذه أثرت على خلفيتنا في التفكير، الانفتاحية، العولمة، هذه الأشياء كلها تأثر يا بنات، كلها تأثر. فأنت لما تجين تعرضين موضوع فكري فيه كويس وانت تعرضيه. يعني انت لما تجي تطرحيه شوفي اصلا ماما من الاساس هي متقبله الفكره نفسها اصلا في الاصل ولا مش متقبلتها. يعني اذا كانت في الاصل مش متقبلتها فحاولي اذا انت مره تبغين الموضوع هذا او تناقشينها فيه، حاولي انك انت تطرحينه باسلوب زي ما قلت لكم جيد ولبق. حاولي تختاري الكلمات، لا تؤذوا امهاتكم بكلماتكم، لا تؤذوا امهاتكم بكلماتكم. انتم ما تعرفون ايش يصير في الام بسبب كلمه من كلامكم. اصلا يعفو عنا وعنكم وعني ايضا وجميع البنات وجميع الناس يا رب، ويتجاوز عن سيئاتنا. خلوكم رقيقين ولطيفين. الطلب مع الامهات يعني هم فيهم اللي يكفيهم صراحه، يكفي انهم ربونا وتعبوا عشان نوصل لما وصلنا له، وايضا لهم حق البر علينا. يعني لازم نبر فيهم، لازم نعطيهم حقهم من الطاعة وإرضائهم، وهذا من رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا ما أعيد وأقول لكم دائما زي ما قلت لكم قبل شوي، اختلاف البيئات حيسهل لما تعرفي مثلا ماما إيش تحب إيش تكره، حيسهل عليكي أشياء كثير. إذا أنت ما تعرفين اجلسي مع ماما واعرفي هي إيش تحب وإيش تكره. أيضا يا أمهات إذا أنت ما أنت عارفة تحاوري مع بنتك، اجلسي معاها شوفي هي إيش تحتاج إيش ما تحتاج إيش اللي تكرهه إيش اللي تحبه فعلا. يعني بنتك مثلا، في أمهات تقول لي أنا بنتي يوم دخلت المتوسط ما صرت أعرف بنتي أصلا، تغيرت 180 درجة، تغيرت 360 درجة. طب ليش تغيرت؟ إيش التغيير هذا؟ ليه ما جلستي معاها وتعرفي إيش التغيير هذا؟ أيضا البنات لما تجلسي معها تقول لك لا أصلا أمي ما تدري عني، أصلا أمي دائما طالعة، أو أصلا أمي دائما مثلا في جوالها، أو أصلا ماما دائما مشغولة بصحباتها. فيعني أنت وينك؟ طب يا ماما أصلا مش موجودة مع البنت، يعني هي ما هي، أو مثلا حتى لو أنت موجودة هي ما هي شايفة هذا الوجود، هي ما هي حاسة بوجودك. يعني أنت وجودك وعدمه الحين معاها واحد. فعشان كذا لازم تثبتين وجودك دائما، تكونين متابعة لأخبارها، دائما تكونين معاها أول بأول. إذا مثلا كان معاها جوال أو مثلا تتابع شيء على السوشيال ميديا، حاول إنك أنت تشوفين هي إيش تتابع. أنا ما قاعدة أقول لكم راقبوهم، لا يا جماعة، هي في فرق بين المراقبة وبين المتابعة، هي في فرق شاسع جدا سماء وأرض. لازم أنت تكونين واثقة في بنتك، واثقة في تربيتك، مو أي أحد يتكلم تقولين قالت فلانة وتجي وتهاوشي البنت وتزفيها طول بعرض. لا ما يصلح، لا أبدا ما يصلح. يعني هذه الحالة أصلا صراحة يعني تهد يعني. قالت فلانة وقالت علانة، أنا وش دخلني في فلانة وعلانة؟ وأنا وش دخلني في بنت فلانة وبنت علانة؟ شوفي بنت فلانة وشوفي بنت علانة، أنا وش دخلني يا ماما فيهم؟ أنا مالي دخل، أنا لي في حق نفسي. أنت طوريني أنا شخصيا. يعني مثلا أنا فيني ضعف، طوري ضعفي أنا فيني نقص، مثلا أنا ماني شاطرة في المدرسة، أنت مش عاجبك، حاولي مثلا تقويني بالدروس، حاولي مثلا تجيبي لي أشياء تساعدني وتسهل علي أنا كيف أفهم الشرح. في أشياء على النت كثيرة جدا استفيدي منها، فيدي بنتك، أعطيها مثلا قنوات شرح مادة، في كثير برامج تسهل لهم الشرح. إذا أنت حاسة أن بنتك ما هي شاطرة وبنت فلانة شاطرة، ترى كلنا العقل عندنا واحد، لكن سبحان الله قدرات فردية. يعني يفرق من إنسان لإنسان. يعني تلقان إنسان ما شاء الله تبارك الرحمن من تسأليه سؤال سريع البديهة على طول بيجاوب، الإنسان الثاني لا، بيجلس يفكر وياخذ وقته وكذا. يعني يفرق. مثلا السؤال هذا لو طرحتيه على 4 أشخاص، واحد بيجاوب لك في أقل من ثانية،
تمام، يعني في جزء من الثانية. الثاني لا، ممكن ياخذ نص ثانية عشان يجاوب، أو مثلا 30 ثانية عشان يجاوب. الثالث لا، يمكن ياخذ دقيقة. الرابع حياخذ دقيقتين، بينما الخامس يمكن يرد عليك ثاني يوم. فهي فروقات فردية. بنتك الأولى أنت اللي عندها ما شاء الله بنات، البنت الكبيرة مو زي اللي بعدها، مو زي اللي بعدها، مو زي اللي صغيرة أبدا. وأنتوا شايفين وعارفين، وكلكم كلنا في بيوتنا أخواتنا وبناتنا وحبايبنا كلهم نفس الشيء. كل واحدة تفكيرها شرق وغرب. حتى أحيانا الأم اللي يكون عندها بنتين توأم، واحدة شرق والثانية غرب، عادي جدا. يعني أنت تقبلي هذا الفكرة، تقبلي هذا الاختلاف. هذه ترى من مميزات اللي ربي أعطانا إياها، الفروق الفردية هذه من النعم اللي ربي أنعمها علينا. تقبلي بنتك زي ما هي، حتلقينها تقبلت نفسها وتقبلتك مثل ما أنت أيضا، ما راح تنتقدك. يعني مثلا في أمهات تجي تقول بنتي تنتقدني، بنتي كل شوي تقول ما يعجبها، بينما أول كانت معجبة بشخصيتك وأنت كنت لها التوب. تمام، لكن بعدين لما كبرت حست انك انت ولا شيء، يعني حست انها كانت هي تشوف كانت مغشوشة أو مخدوعة فيكي. فلا ليش توصلين كذا؟ حاولي أنت دايما تواكبي العصر، دايما تطوري نفسك، دايما شوفي بنتك ايش وصلت، تعرفي على البرامج الجديدة. لا مو بلازم تدرسيها دراسة، لا، على الأقل تكوني فاهمة فكرتها، ايش شلون تشتغل، ايش الأشياء اللي ممكن تتعرض لها. لا تسمعين الإشاعات ومدري ايه وفلان لا، خذي المصادر من الأساس. شوفي أنت بنفسك، تتبعي الخبر. لا تعتمدون على وكالة يقولون. الله يرضى عليكم يا أمهات ويا بنات، وانتوا يا بنات لما تجون تتابعون احد على السوشيال ميديا، انتقي من تتابعين. لا تتابعون اي احد، كل من هب ودب، وتضيعين وقتك وتضيعين عمرك. استفيدي من وقتك، اقري، اكتبي، ارسمي، مثل ما قلت لكم في الحلقة الماضية. وان شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا معي في هذه الحلقة. انا لسه عندي طبعا كلام كثير مش حيخلص، بس ان شاء الله باذن الله في الحلقة الجاية حنكمل مع بعض. استفيدوا من نصايح اليوم امهاتي حبيباتي. مثل ما قلت لكم، حاوروا بناتكم، خلوكم قريبين، انتبهوا لهم، تلمسوا حاجاتهم، اشبعوهم بالحب والامان والثقة، حتى تلقون اللي يرضيكم باذن الله. ايضا بناتي حبيباتي، نرضي امهاتنا، نسمع الكلام، ما نعصبهم. وايضا اذا انت حسيت انك انت عصبتي او زعلتي، حاولي انك انت تهدين وترجعين مرة ثانية وتعرضين على الموضوع على امك في وقت مناسب، مو وقت هي مشغولة ولا في المطبخ، ولا تلقينها تدعبس ولا كذا تجين تتكلمين، هذا مش وقت مناسب. فحاولي دائما اختيار الوقت المناسب لعرض موضوعك وطلبك. اذا كان الموضوع مثل ما قلت لكم مرفوض من الاساس، حاولي تشوفين اسباب رفض ماما للموضوع، ممكن اكيد او اكيد حتكون اسباب وجيهة جدا. فاسمعي الكلام، والله يرضى عليكم حبيباتي وين ما كنتوا. احبكم، الله يسعدكم، شاكرة لكم استماعكم وانضمامكم معي. اتمنى انكم استمتعتوا بالحلقة. عندكم اي تعليقات واي اقتراحات ارسلوا لنا اياها باذن الله. انتظر تعليقاتكم الجميلة على الصفحات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. حبيباتي القاكم على خير، نهاركم سعيد. في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا. اسلك دروب الخير، للكون شمس تنير. خلي لك بصمة، خلي لك بصمة، ترشد قلوب الغير، ترشد قلوب الغير. الخير مسعانا، مسعانا، والله يرعانا. نتوانا ما يوم نتوانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، في الجنة، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا. الدعوة للأخلاق نهر عذب رقراق، حنا لدعوتنا، حنا لدعوتنا نبذل لها ونشتاق، نبذل لها ونشتاق. والله يرعانا ما يوم نتوانا، ما يوم نتوانا. في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا. قناتنا جوهد نلقاها في الموعد،
بتنور اليوتيوب، بتنور اليوتيوب، من جنيها نحصد، من جنيها نحصد. والله يرعانا، والله يوم نتوانا، ما يوم نتوانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، الجنة، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا.